لو نفسك تعملي حاجة حلوة كده هشة وبتدوب في البق يبقى الفيديو ده ليكي من غير أي تعقيد ولا أي حاجة. يلا استني للآخر وتعالي أقول لكم على سر هيخلي بقى معاكم الحاجة الحلوة دي طرية وما بتنشفش. السلام عليكم يا أحلى ناس، نورتم قناتكم يوميات مامة ميجو ولوكا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الباستا فرورة بطريقة ناجحة جدا معاكي 100% ومن أول مرة كمان، والمقادير كلها موجودة في كل بيت. هنا بقى أنا معايا ضفت كوباية إلا ربع مادة دهنية، سمنة وزبدة أو زبدة بس أو سمنة بس أهم حاجة ما تضيفيش زيت. وبعد كده ضفت كوباية من السكر البودر. عايزة أقول لكم المقدار ده لصينية كبيرة مش صغيرة، يعني لو حابة تعملي صينية صغيرة قللي معاكي المقدار. والمكونات كلها أنا هكتبها إن شاء الله تحت الفيديو. تمام. ومعانا زي ما قلت لكم كوباية سكر بودرة. اول حاجه بقى بتعملي ايه؟ بتضربي الزبده الماده الدهنيه مع كوبايه السكر لحد ما تبقى معاكي كريمي زي ما انتم هتبقوا شايفين كده. وهنضيف معانا بقى عدد بيضتين لكل، يا جماعه لكل كوبايتين دقيق عدد واحد بيضه. كل كوبايتين دقيق بيضه، انا هنا عشان هعمل 4 كوبايات دقيق فضفت 2 من البيض. اهم حاجه البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ زي ما شايفين اهو على البيض بتضيفوا الفانيليا وتفضلوا تقلبوا كده في القوام لحد ما يبقى معاكم كريمي. وبنضيف الدقيق، وطبعا الدقيق مرشوش عليه بيكنج باودر ورشه ملح طبعا سنة على الرسول عليه الصلاه والسلام. كل ده يا جماعه موجود معايا، كل ده موجود ايه في الدقيق زي ما قلت لكم. اهم حاجه بقى يا جماعه ما تبالغوش قوي في الضرب علشان ما تلاقوش الماده الدهنيه معاكم دي فصلت، يعني خلاص بقى كريمي كده معاكم زي ما انتم شايفين وسلس في الحركه زي الفل تمام، ما تكملوش. تعالوا بقى ايه نضيف الدقيق واحده واحده وبالتدريج وبرده ما تبالغوش في ان انت تعجني كتير. اول ما تلاقي الدقيق لم معاكي خلاص كده العجينه معاكم بقت ناجحه، وانتوا هتشوفوا في الاخر هتكون شكلها ازاي العجينه. بنضيف بقى دقيق بالتدريج كده ونعجن حبه حبه، وما تبالغوش في العجن زي ما قلت لكم. مجرد ما تلم معاكم خلاص. بصوا اهم حاجه يكون القوام بتاعها عامل ازاي العجينه. شايفين؟ مش هنبالغ بقى في القوام. هنقوم بقى جايبين صينيه. اول سر بقى من الاسرار معانا، لو حسيتي ان العجينه طريه دخليها التلاجة ربع ساعه وطلعيها دقيقه قبل الفرد، هتبقى معاكي سهله جدا في الفرد. هناخد جزء من العجينه، يعني خدي التلات ارباع كده وسيبي الربع علشان الوش، وهترصيها في الصينيه وشوكي كده بالشوكه علشان ما تنفخش معاكي. وبعد كده حطي المربى زي ما انت ما حابه، حابه مربى مشمش، حابه مربى فراوله زي ما انت ما عايزه، وضيفيها على الجزء الاولاني. هندخلها الفرن طبعا 100 درجة 100 وحرارة 180، درجة حرارة 180 من 25 دقيقة ل 30 دقيقة لحد ما تلاقي الأطراف بقت لونها ذهبي معاكي. لو ما لقيتيش الوش احمر معاكي ولعي الشواية. السر التاني بقى أول ما تطلع من الفرن طبعا ما تقطعيهاش على طول وهي سخنة علشان نحافظ على الشكل بتاعتها، تسيبيها تبرد تماما لحد ما تاخد الشكل بتاعها. عايزة بقى أوريكم النتيجة تحفة ولونها جميل وريحتها يا جماعة كانت حلوة قوي وهشة، يعني مش قادره اقول لكم. طبعا الجزء التاني بقى زي ما قلت لكم بتاع العجينه الربع الاخير هتحطوه من على الوش كده، عايزين تعملوها شرايط زي ما انتم ما حابين. بصوا بقى، بصوا النتيجه لونها جميل وريحتها تحفه وهشه من جوه. جربوها يا جماعه، قولي رايكم في التعليقات. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.